تخيل يبقى حد ماشي قدامك في الشارع وفجأة تلاقيه اختفى وما يبقالوش أي أثر، والسبب مثلث بنينجتون برمودا البر. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. مثلث بنينجتون عبارة عن نقطة برية موجودة في ولاية فيرمونت في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الحوادث بتحصل في البر مش في البحر. والحادثة الأولى كانت في ديسمبر سنة 46 وكانت بطلتها الطالبة باولا وايلدن. كانت باولا بتدرس في الثانوي وكانت عايشة في قرية بنينجتون، وفي يوم الحادثة كانت باولا راجعة من المدرسة على البيت، ومن حسن حظ باولا إن كان ماشي في نفس الشارع واحد ومراته، وفي الطريق عدت باولا على صخرة كبيرة حجبت الرؤية عن الراجل ومراته. وكان متوقع إن من الطبيعي لما تعدت صخرة الراجل والست يشوفوها عادي، لكن في الحقيقة ده ما حصلش، والزوجين ما لقولهاش أي أثر رغم إن المكان كان كبير ومكشوف، يعني كانت مستحيل تخرج من الشارع ده من غير ما تتشاف. وبلغ الزوجين عن اللي شافوه حصل لباولا، وبالرغم من ده تم اتهامهم إنهم خطفوها أو خلصوا عليها، لكن بعد التحقيقات أكد الشهود براءتهم، وده كان من خلال سمعتهم الطيبة. وبعد نهاية التحقيق رجع الشك من جديد في مثلث بنينجتون، خاصة إن كان في أقاويل إن حصل حادثة مشابهة في نفس المنطقة سنة 1920، بس للأسف وقتها كان حصل تعتيم على الخبر والتكتم على الحادثة، وفضل اللي حصل لباولا ده مجرد شك في مثلث بنينجتون لحد سنة 49، وده كان الوقت اللي حصلت فيه الحادثة التانية. والحادثة التانية كان بطلها عسكري سابق في الجيش اسمه نيتفورد، واللي اختفى فجأة وهو راكب أتوبيس كان فيه 14 راكب، وكلهم اتفاجئوا وقتها ان الراجل اللي قاعد ورا في الأتوبيس اختفى ومفضلش غير شنطة هدومه، وده رغم ان الأتوبيس موقفش ولا أي حد نزل منه. وفي سنة 1950 وبالتحديد في نص شهر أكتوبر اختفى الطفل بول جيبسون اللي كان عنده وقتها 8 سنين، ووالدته شافته آخر مرة كان بيلعب قدام البيت، ولما راحت شغلها ورجعت ما لقيتهوش وما لقيتلوش أي أثر. وفرق البحث دورت عليه في كل مكان، وكان من ضمن الفرقة كلب صيد وقدر يشم أثره لحد ما راح على الطريق السريع، وده اللي خلى ناس تقول إن احتمال يكون في عربية خطفته. لكن والد جيبسون قال إنه كان بيتكلم كتير جدا عن مثلث بنينجتون وممكن يكون انجذب لهناك. وبعد حوالي أسبوعين من الحادثة دي اختفت فريدا لانجر اللي كان عندها 53 سنة، وده بعد ما وقعت في بركة مية وهي بتمشي مع ابن عمها اللي لحقها ورجعها للمخيم اللي كانت عايشة فيه عشان تغير هدومها. وبعد شوية رجع ابن عمها للمخيم واكتشف انها ما رجعتش اصلا، وكل الناس قالت له ان ما فيش حد شافها من ساعة ما طلعت. وبعد 7 شهور من التدوير لقوها بالقرب من خزان سومرست وكانت خلصانة خالص. بس الغريبة ان قبل ال7 شهور كانوا بيفتشوا المنطقة كويس جدا وما لقوش اي حاجة، وبالرغم انهم لقوها لكنهم برضو ما عرفوش ايه سبب الوفاة. ومع حادثة فريدا ظهرت نظريات مختلفة عن سبب الحوادث دي. ناس بتقول ان في قوة شريرة او خارقة في المنطقة، وكمان ظهر شهود قالوا انهم شافوا في المنطقة دي كائنات فضائية، وناس تانية قالت ان ممكن تكون دي عصابات بتنفذ الحوادث دي، الا ان الاغلبية استبعدوا النظرية دي لعدم وجود ادلة. وناس تانية رجحوا ان ممكن الحوادث دي تكون سببها الحيوانات البرية، رغم ان ما كانش فيه اي رصد لأسود في الجبال من سنة 45. ورغم كل النظريات دي إلا إن النظرية الأقرب لسكان القرية هي إن في لعنة في المنطقة دي، وده بسبب إن الحوادث دي كان في منطقة قريبة دايما من مثلث بنينجتون. وكمان